بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الاستراكشرال بولت. أحيانا وأنت شغال في مشروع جديد وفي بداية التنفيذ طبعا بيبقى مطلوب منك إنك تقرأ مواصفة المشروع أو البروجكت سبيسيفيكيشن، ومن ضمن الحاجات اللي ممكن تقابلك في أول المشروع أو البروجكت سبيسيفيكيشن دي جملة بيقول فيها all ASTM 325 high strength bolt shall be type 1. طبعا اول الجملة كلام سهل وجميل، وكلنا طبعا عارفين ان المسامير الانشائية لازم تكون استم 325، ولكن في نهاية الجملة هتلاقي كلمة كده مكتوبة تايب 1. وده السؤال، يعني ايه تايب 1؟ هقول لك يا سيدي، في المسامير الانشائية او الهاي سترينث بولت بيبقى عندنا 3 انواع من المسامير الانشائية او الاستم 325: تايب 1 وتايب 2 وتايب 3. وعشان اجيب لك من الاخر وما تحيرش نفسك، تايب 2 دي الغيها من القاموس بتاعك عشان الار سي اس سي لغتها وما بقتش موجوده، بس كده كده هنقولها. طيب تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 ايه المواصفات بتاعتهم؟ هقول لك والله تعالوا نستعرضهم مع بعض. قال لك تايب 1 هو عباره عن مسمار عادي جدا هاي سترينث بولت استم 325، بيبقى مصنوع من الميديوم كربون ستيل او الكربون ستيل او الالوي ستيل، والالوي ستيل بيبقى مضاف اليه شويه من عنصر البورون، وبيوصل فيه قيمة التنسايل سترينث إلى 105 كي اس اي، وقيمة اليلد سترينث إلى 81 كي اس اي، والصلادة بتاعته بتوصل إلى 34 اتش ار سي أو 34 ريكول. طب ايه النوع اللي بعد كده؟ هقول لك النوع اللي بعد كده اللي هو تايب 3. قال لك برضه هو مسمار عالي الشد استون 325، بتوصل فيه قيمة التنسايل سترينث ل 105 كي اس اي، وقيمة اليلد الى 81 كي اس اي، وقيمة الصلادة او الهاردنس بتوصل ل 34 اتش ار سي. لو جينا نشوف الكلام ده هتلاقوه هو تايب 1 هو طيب 3 كده، مفيش فرق منهم. هقول لك فعلا لغايه دلوقتي مفيش فرق ما بينهم، غير انك عشان تحافظ على طيب 1 من العوامل الجويه ومن التآكل بيتم عمل هوت ديب جالفانايزد او ميكانيكال جالفانايزد للنوع طيب 1 عشان احميه من التآكل زي ما قلنا. تمام كده؟ تمام. ولكن طيب 3 انا بستخدمه لما تكون العوامل الجوية اكثر شدة، فبالتالي بستخدم النوع اللي هو طيب 3 لانه بيعطي مقاومة اكبر لعمليات التآكل، او بنقول عليه انه بيعطي additional corrosion resistance، او ليه خواص بنقول عليها improved atmospheric corrosion resistance. طب السؤال هنا، لما الاتنين دول بيبقوا نفس الخواص الميكانيكية، ليه طيب 3 بيعطي خواص مقاومة للتآكل اكبر؟ وده بقى الزتونة بتاعت فيديو اليوم. هقول لك والله ان طيب 3 بيطلق عليه، تمام، وركزوا بقى معايا في الكلام اللي جاي، بيطلق عليه الوذرنج ستيل. ليه بقى بيطلق عليه الكلمة دي؟ قال لك لانه مصنوع من مادة الخواص الكيميائية بتاعتها فيها بعض الاضافات من عنصر النحاس وعنصر الكروم وعنصر النيكل، بتخليه بيعمل حاجة اسمها الاوكسايد كوتنج بروتكشن، تمام، او الطبقة دي هي اللي بتبقى مسؤولة عن المقاومة الاكبر للتآكل. يعني خلاصة الفيديو بيقول لك ان تايب 1 من الاستم 325 بيكون متجلفن، تمام، او معمول له هوت ديب جالفانايزد عشان يحمي من التآكل. وتايب 3 بيكون عبارة عن وذرنج ستيل بيعمل حماية ذاتية وبيبقى مقاوم اكبر لعمليات التآكل، وبيطلق عليه الامبروفد اتموسفيريك كوروجن ريسيستنس. تمام كده؟ تمام. طيب 3 قال لك بيبقى من النوع اللي هو المارتنستيك ستيل، وده طبعا اتلغى من الار سي اس سي، وبقى عندنا نوعين فقط اللي هو طيب 1 وطيب 3. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. وقبل ما اقفل هسيب لكم جدولين، الجدولين دول بيوضحوا الخواص الكيميائية للطيب 1 وطيب 3. شكرا، سلام عليكم.